هاي اليوم سويت التبولة بشكل جديد ورائع وطعم، وماكو واحد ما يحب التبولة. وهاي كلها من المعدنوس والشوندر والبصل. وهنا البرغل طبخته وتكون كميته أكبر من المعتاد. اللي يريد الوصفة والمقادير يتابعني على قناتي على اليوتيوب الطبخ ألذ مع أم جود، تلقون كل الوصفات الجميلة والرائعة. وأرجو منكم الاشتراك بقناتي. هنا أول ما نبدأ راح نسوي البرغل، لأن أريد أسوي كمية، وهاي تعتبر تبولة مشابهة للتبولة التركية. هنا راح نخليه فقط ملعقة مسح معجون. التبولة التركية تكون البرغل بيها أكثر من كل شيء، يعني تعتبر وجبة كاملة. هنا عندي كوب برغل. طبعا هاي الكمية تكفي ل4 أشخاص. هنا راح اخلي ملعقة كوب ماجي هنا وملح. وهنا الملح حسب الرغبة، انا خليت ملعقة كوب لان ماجي بيه ملح فعمله يكون مالحة. وهنا راح ارجع اخلطه بزيت الزيتون لحد ما يتجانس ويا المعجون. هنا البرغل يكون لازم مستوي، مو مثل الكمية القليلة اللي نخليها بمي فاير ولحد ما ننتظر، لا، هنا لأن ما يصير لازم يكون مستوي. فهاي طريقة عمل البرغل. وهنا راح اضع مي حار. انا استخدمت كوب فاضع كوب مي، يعني ايش قد ما تستخدمين برغل راح تخلين بنفس متساوي مي. هاي هنا ورا ما نشف، ونفس طريقة التمن بالضبط. هنا ورا ما ينشف نهدره، نخليه على نار هادئة لحد ما يمتص كل السوائل. هنا ما وضعته ربع ساعة، هو ما يطول. شوفي شلون هنا قام يتفتت، بحيث كل برغلاية بحدها غير متلاصقة. هنا استوى وبهاي النتيجة. نخليه يبرد ونروح نكمل بقية التبولة، لأن ما يصير حار لأن يذبل المعدنوس ويصير ما طيبة. هنا أني كلهن مقطعتهن بس راح أخبطهن. هنا عندي كمية المعدنوس، شوفوها طبعا أكيد كمية كبيرة. هنا حسب الباقات اللي عندك أو الباقة اللي عندك. هنا أنا استخدمت تقريبا 4 أكواب معدنوس. وهنا ورا ما برد البرغل، شوفي عزيزتي، شوفي الكمية مالته لأنه كلش كبيرة. وهنا ما راح استخدم طماطم، هنا استخدمت الشوندر وهم كاسة. وهنا عندي البصل الأخضر، بصلتين ناعمة أو وحدة متوسطة الحجم، لأن أنا جدا أحب البصل بالتبولة، فالما يحبه يقدر ما يضيفه. وهنا عندي الرمان. طبعا هذا الرمان يعطي نكهة رائعة لأن بيه حموضة، ملح يكون حلو. وهنا كمية الملح همينة حسب الرغبة، يعني خليت قليل. وهنا عندنا الحامض. هنا ليمونتين عصرتين، وعندي زيت الزيتون. هخلي بحدود 4 معالق زيت الزيتون ويا 2 ليمونات. وهنا راح اخلطهم لحد ما يصير مزيج بيناتهم بيثخن بهاي الطريقة. بعدين اضيفه. وهنا ورا ما اضيفه راح احركها كلها على مود تتجانس كل المكونات بشكل لطيف وتاخذ كل النكهات. هي التبولة محبوبة وبكل الأكلات وبكل الأوقات مرغوبة، والأغلبية يحبوها وسهلة ولطيفة. هاي هنا ورا ما خلطتها راح أضعها
بصحن التقديم. مكوناتها جدا بسيطة ومتوفرة بكل البيت. هسه هنا ورا ما خبطناها بهذا الشكل، هسه هنا عندي بطبق التقديم نفرغها، خليها بصحن التقديم ورا ما خلطتها واخذت كل النكهات مع بعض. طبعا هي تبولة الشوندر جدا لذيذة، يعني استغنوا عن الطماطة واستخدموا الشوندر راح تلقون جدا فرق بهذا الشكل. نكهة التبولة وطعمها جدا لذيذ، يعني جربيها وكتبي لي بالتعليقات شنو. وهنا عندنا حب اليقطين، واحنا بالعراق نسميه حب الابيض. هنا طبعا يعطيها نكهة لحظيفة جدا لذيذ، يعطيها من نكهة. تقدرين تضيفين اي مكسرات حسب ذوقك انتي تحبيها، شو يعجبك تضيفيه. وهذا يكون شكل تبولة بشكلها جديد. بس انا يعجبني هنا حب اليقطين، طعمها رائع لان يعطي نكهة جدا لذيذة وصحي. وذكري لي بالتعليق انه عجبتك. بذور اليقطين جدا صحية. وارجو منك الاشتراك بقناتي وضغط على زر الاعجاب ورا ما يصلكم كل ما هو ألف عافية. جديد. لا تنسوني بالاشتراك بقناتي.